انتهت معركة الأنفيلد الذي طغى فيها ليفربول يهاجم ويضغط وكاد يمطر مرمى ريال مدريد بالأهداف، لكن هناك من وقف في وجه الطوفان، إنه كورتوا الأخطبوط البلجيكي، يتصدى لكل كرة، ينقذ كل فرصة وكأنه يمتلك أحمر ل60 دقيقة متواصلة. وفي الدقيقة 60 رأسية ماك أليستر تخترق الشباك، ليفربول يتقدم والجماهير تنفجر فرحا، بينما الملكي تحت الضغط النفسي والتكتيكي والأخطاء تتوالى بلا توقف. أرنولد يعود أمام فريقه القديم، وصافرة الاستهجان تهز الملعب والضغط النفسي رهيب، لكن الفريق الأحمر مستمر في السيطرة، والضغط الأحمر لم يتوقف ولا ثانية. كل كرة وكل هجمة وكل دقيقة تزيد من قلق ريال مدريد. كورتوا يبذل أقصى ما عنده، لكن عاجز أمام الزحف الأحمر المتواصل. وفي النهاية بعد كل تصدي وكل فرصة ضائعة وكل هجمة قاتلة، ليفربول يقتنص الفوز 1-0، والملكي دخل من أجل الانتقاء، لكن عاد إلى مدريد محملا بالخيبة والهزيمة. هارد لك لجماهير ريال مدريد، وألف مبروك لجماهير ليفربول بهذا الانتصار الكبير. ليلة كبيرة قدمها ليفربول، وهي أفضل مباراة لليفربول من بداية الموسم هذا. والسلام عليكم.